شيخ أنا ممكن أطرح سؤالي ونسمع بالكامل وتجاوبني إذا أمكن؟ حياك الله شيخنا. شيخنا قرأت لابن بطوطة يقول أن في عقل ابن تيمية شيء، وقرأت لابن تيمية أنه يقول بالمكنسة الطائرة والجابية الطائرة، فكيف تأخذ دينك من رجل يؤمن بالشعوذة والسحر؟ إذا أمكن الجواب. لو قال ابن بطوطة إن في عقل ابن تيمية شيء، هذا كلامه هو، يجب علينا أن نثبت ذلك. الآن ماذا قال ابن تيمية؟ ابن تيمية يعتقد بالمكنسة الطائرة والجابية الطائرة. أحسنت، يعتقد بذلك. أنت وين قرأت ذلك؟ حياك الله في كتاب النبوءات الجزء الأول صفحة 144 و145. ماذا يقول؟ يقول: وأما خوارق مخالفيهم كالسحرة والكهنة والكهان فإنه من جنس أفعال الحيوان من الإنس وغيره من الحيوان والجن، مثل قتل الساحر وتمريضه لغيره، فهذا أمر مقدور معروف للناس بالسحر وغير السحر، بالسحر وغير السحر. وكذلك ركوب المكنسة أو الخابية أو غير ذلك حتى تطير به والطيران في الهواء من بلد إلى آخر، هذا فعل مقدور للحيوان. واضح؟ الآن هذا ابن تيمية يعتقد بماذا؟ بالمكنسة الطائرة والجابية الطائرة. واحدة يتكلم عما تفعله السحرة وما يفعله الجن وإلى ذلك، لا ريب فيه، نحن لا نؤمن بذلك. لكن الذي معروف للناس بالسحر وغير السحر، معروف للناس بالسحر وغير السحر، يتحدث عن الناس لا عن الحيوان ولا عن الجن، ويقول ماذا؟ للناس بالسحر وغير السحر. إذن هو يؤمن وغير الإنسان بإمكانه أن ينتقل ماذا؟ بالمكنسة الطائرة بغير السحر، مقدور عليه. هل أنت تؤمن بهذا؟ غيره الكهانة وغيره الدجل. السحر وغيره يقول معروف للناس، مقدور معروف للناس بالسحر وغير السحر. هذا يتكلم عن إذا فعل الإنسان فعلا هل نصدقه إذا كان ملتزم للشريعة الإسلامية، يعني ولي من أولياء الله الصالحين تقي إلى الله. أما إذا جاي واحد من أوروبا فعل ركب على المكنسة وهو يقول إن الله هو عيسى ابن مريم، أقول هذه من أنت تؤمن بأن الناس بإمكانها تطير من مكان إلى مكان بالمكنسة مثل عقيدة ابن تيمية؟ يعني الآن تؤمن بأن بإمكان الرجل ينتقل من العراق إلى روسيا بالمكنسة بإمكان؟ خلص سؤالك. أي نعم. أنا أؤمن أنه قد يحصل ذلك ما شاهدت بعيني، ودليلي على ذلك أني لو كنت أنا في زمان سيدنا سليمان ورأيت هذا العفريت أنه يا رجل، سليمان سخر الإنس والجن، تسكير من الله جل